مرحباً في ساندويتش إنجليزي. هنا مش هتلاقي دروس تقليدية ولا حفظ ممل. هنا هتلاقي كل جملة بتقولها بالعربي في يومك بتتحول ببساطة لجملة إنجليزي زي الأجانب. سواء كنت في البيت، في الشغل، أو بتتكلم مع أصحابك، كل موقف وكل كلمة هنحولها مع بعض لوجبة إنجليزي لذيذة وسهلة. مع ساندويتش إنجليزي هتتعلم تنطق، تفهم، وتتكلم بثقة، وكأنك بتتعلم من الحياة نفسها. انضم لينا وخلي لغتك تاخد نقلة جديدة. ساندويتش إنجليزي، اللغة اللي هتعيشها كل يوم. أهلا بيكم في قناة ساندويتش إنجليزي. حلقتنا النهاردة عن الجيران والكلام الودود اللي بنقوله كل يوم. هنتعلم مع بعض إزاي نلقي التحية ونسأل عن الحال ونتبادل المجاملات البسيطة اللي بتقوي علاقتنا بجيراننا. يلا نبدأ ونشوف إزاي نخلي كلامنا بسيط ولطيف مع اللي حوالينا. Good morning neighbor معناها صباح الخير يا جاري. بتتقال في الصباح لما تقابل جارك وعايز تلقي عليه تحية لطيفة ومهذبة. دي طريقة ودودة لبداية اليوم بشكل إيجابي مع جيرانك. البدايل زي morning أو hey there بتكون أقل رسمية وممكن تستخدمها لو عايز تبقى بسيط وخفيف في التحية. How are you today معناها عامل إيه النهاردة، ودي طريقة لطيفة للسؤال عن حال شخص بطريقة ودية. البدايل how's it going بتعني الأمور معي إزاي، وهي طريقة غير رسمية للسؤال عن الحال. you good بتتقال بشكل غير رسمي لما تكون عايز تطمن على شخص أو تسأله ببساطة عن حاله. معناها كله تمام أو أنت كويس، وهي طريقة سريعة وودودة لبدء محادثة أو تحية خفيفة. long time no see long time يعني فترة طويلة، و no see يعني لم أرك، فالمعنى إنه بقالك كتير ما شفتش الشخص. it's been a while it's been يعني لقد مضى، و a while يعني فترة، فالمعنى إنه مر وقت طويل. haven't seen you in ages يعني لم أرك، و in ages يعني منذ زمن طويل جدا، فالمعنى إنك ما شفتش الشخص من فترة طويلة جدا. كلهم بيدلوا على نفس الفكرة، إنك ما شفتش الشخص من زمان. I live next door الساكن يعني أنا ساكن، و next door يعني في الشقة اللي جنبك، فالمعنى ببساطة إنك جار قريب جدا. البدايل I am your next door neighbor يعني أنا، و your next door neighbor يعني جارك اللي جنبك، فالمعنى إنك بتوضح إنك الجار القريب. I live right beside you يعني I live يعني أنا ساكن، و right beside you يعني جنبك بالظبط، فالمعنى إنك ساكن على طول جنب الشخص. كل العبارات دي بتوضح إنك ساكن قريب جدا من الشخص اللي بتكلمه. Do you need any help do you need يعني محتاج، و any help يعني أي مساعدة، فالمعنى إنك بتسأل الشخص لو محتاج أي نوع من المساعدة. البدايل can I give you a hand يعني can I يعني هل أستطيع، و give you a hand يعني أقدم لك مساعدة، فالمعنى إنك بتعرض المساعدة بشكل ودي. want some help want يعني عايز، و some help يعني بعض المساعدة، فالمعنى إنك بتعرض المساعدة بشكل ودي. كل العبارات دي بتوضح إنك ساكن قريب جدا من الشخص اللي بتكلمه. The elevator is not working The elevator الأسانسير is not working مش شغال. الجملة بتوضح إن الأسانسير مش شغال حالياً. The lift's out of order يعني الليفت يعني الأسانسير، و out of order يعني عطلان أو خارج الخدمة، فالمعنى إن الأسانسير مش شغال ومحتاج تصليح. Elevator's broken يعني الأسانسير، و broken يعني معطل أو مكسور، فالمعنى برضو إن الأسانسير مش شغال. العبارتين بيقدموا نفس الفكرة، إن الأسانسير خارج الخدمة لكن بصياغة مختلفة. الإس هنا اختصار لإز يعني الجملة كاملة The elevator is broken، فالإس في elevators broken بتعني إز، وبتستخدم عشان تخلي الجملة مختصرة، يعني الأسانسير معطل. I always take the stairs يعني أنا دايماً، و take the stairs يعني باخد السلالم، فالمعنى إنك دايماً بتفضل تطلع أو تنزل على رجلك بدل استخدام الأسانسير. البدايل I never use the elevator يعني I never يعني أنا أبداً، و use the elevator يعني بستخدم الأسانسير، فالمعنى إنك عمرك ما بتستخدم الأسانسير. Stairs keep me fit يعني stairs يعني السلالم، و keep me fit يعني بتخليني في لياقة، فالمعنى إن استخدام السلالم بيساعدك تفضل في لياقة بدنية.
كل الجمل بتوضح إنك بتفضل استخدام السلالم بدل الأسانسير. I hear some noise upstairs يعني I hear يعني سمعت، و some noise يعني بعض الضوضاء، و upstairs يعني من فوق، فالمعنى إنك سمعت دوشة جاية من الدور اللي فوق. البدايل there was banging above يعني كان فيه، و banging يعني خبط، و above يعني من فوق، فالمعنى إن كان فيه صوت خبط من فوق. sounded like someone moving furniture يعني sounded like يعني يبدو كأنه، و someone moving furniture يعني حد بيحرك الأثاث، فالمعنى إن الصوت كان شكله حد بيحرك عفش. العبارتين بيوصفوا طبيعة الصوت اللي سمعته من فوق. Sorry for the noise last night sorry يعني آسف، و for the noise يعني على الدوشة، و last night يعني امبارح بالليل، فالمعنى إنك بتعتذر عن الإزعاج اللي حصل امبارح. البدايل we had guests over يعني كان عندنا، و guests over يعني ضيوف، فالمعنى إنك بتوضح إن كان في ضيوف عندكم وده سبب الدوشة. The kids were a bit loud يعني الأطفال، و were a bit loud يعني كانوا صوتهم عالي شوية، فالمعنى إنك بتوضح إن الأطفال كانوا مزعجين شوية. الجمل دي بتقدم أعذار لطيفة عن الإزعاج اللي حصل. Can I borrow some sugar يعني can I borrow يعني ممكن أستعير، و some sugar يعني شوية سكر، فالمعنى إنك بتطلب استعارة شوية سكر من جارك. البدايل got any sugar I can borrow يعني عندك any سكر، و I can borrow يعني أقدر أستعيره، فالمعنى إنك بتسأل بشكل ودي لو عنده سكر ممكن تستعيره. mind if I grab a bit of sugar يعني mind if يعني هل تمانع لو، و I grab a bit of sugar يعني آخد شوية سكر، فالمعنى إنك بتطلب بطريقة لطيفة لو ينفع تاخد شوية سكر. كل الجمل دي بتعبر عن طلب السكر بطريقة مهذبة وودية. We just moved in يعني we just يعني لسه، و moved in يعني انتقلنا، فالمعنى إنك بتوضح إنكم لسه منتقلين للسكن الجديد. البدايل we are new to the building يعني we are new يعني إحنا جداد، و to the building يعني في المبنى، فالمعنى إنكم لسه ساكنين جداد في العمارة. just got the keys last week يعني لسه، و got the keys يعني أخدنا المفاتيح، و last week يعني الأسبوع اللي فات، فالمعنى إنكم لسه استلمتوا المفاتيح قريب. كل الجمل دي بتوضح إنكم لسه جداد في المكان، وبتقدم معلومة ودية عن انتقالكم الحديث. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك اللي سمعته، حابب أقولك إن في قناتنا هتلاقي جمل كتيرة جدا لكل المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا اليومية. كل فصل من فصولنا هيغطي موضوع معين، وهنشرح كل الجمل اللي ممكن نستخدمها فيه بطريقة شيقة وسهلة. استنونا في حلقات جاية عن مواضيع زي التحية، الكلام مع الجيران، التسوق وغيرها كتير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني عشان ما يفوتكمش أي درس جديد. نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.